ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده والله هعمل معاكم فيديو ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم كتير كتير. طبعا القرنبيط ليه شعبيه كبيره. انتوا عارفين فصل الشتاء لما بيجي بنحب ناكل القرنبيط فيه، هو بيطلع في الشتاء وما بيطلعش في الصيف طبعا. يعني بنستناه من الشتاء للشتاء علشان ناكل قرنبيط. فاحنا عايزين بقى ناكل قرنبيط حتى في الصيف او في رمضان مثلا، لو هف علينا كده القرنبيط او حاجة ناكله في اي وقت. طيب احنا النهاردة هنخزنه معاكم وهيطلع بالقمر والجمال اللي انتوا شايفينه ده، بجد تحفة تحفة، ومقرمش ولا شارب زيت ولا اي حاجة، مع العيش البلدي بقى، مع شوية خضرة، مع شوية لفت بقى، واديها بجد تحفة، طعمه يجنن يا بنات. يلا بينا بقى نشوف الطريقة ازاي. هنشوفه بقى وهو طالع متخزن من الفريزر، برضو هوريهولكوا وهو طالع من الفريزر، وهعمله قصادكم. 2 قرنبيط اهو. طبعا عايزة تخزني واحدة، عايزة تخزني 2، عايزة تخزني 3، براحتك. اول حاجة هعمل ايه؟ القرنبيط لو فيه اي اتساخات هجيب طبق كبير زي كده، وهحط فيه شوية خل، وهحط القرنبيطة بتاعتي. شايفين التراب اللي على القاع من تحت؟ يعني لو خدتوا بالكم في تراب في القاع من تحت. انا حطيت القرنبيطة لمدة ساعة في قلب المية المخلة دي. بعد الساعة ديت نزلت بقى كل التراب اللي فيها او اي حاجة فيها يعني. هجيب طبق برضو فيه مية نضيفة، واحط معلقتين خل، وهقطعه تاني بالشكل ده، واحطها لمدة 5 دقايق كده. مش عايزة تحطي خل بقى خلاص، مش عايزة برضو تعملي الخطوة اللي هي اللي انا بعملها دلوقتي دي، اللي انت تقطعيه مثلا وتسلقيه على طول، برضو براحتك. ماشي. بس انا قلت مع بال ما المية تغلي هحطه شوية كمان في مية بخل. الخل انتوا عارفين اللي هو بيطهر اي حاجة وبينضف ان شاء الله ايه معاكوا. لو اي حاجة، اي اتربة لازقة في الخضار، حطوا شوية خل. يعني مثلا لو انتوا بتعملوا سبانخ، خبيزة، ملوخية، عايزين تغسلوا جرجير، الحاجات اللي هي الورقية دي، خضرة، بقدونس وشبت والحاجات دي، تحطوا في المية شوية خل، هتلاقوا التراب اللي لازق في الورقة ذات نفسها طلع. بعد كده بقى هنقطع كل زهرة بزهرتها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله القرنبيطتين بتطلع كمية كبيرة جدا، يعني الكمية دي تعملك حوالي 3 4 أكلات. هنجيب بقى مية على النار بتغلي. عايزة تعصري بقى النص ليمونة اللي احنا هنحطها بقى. النص ليمونة دي حكاية بقى، تخلي القرنبيط بتاعك أبيض وجميل. هتخليها هوريهولكوا دلوقتي. عايزة تعصري بعد ما تحطي كده القرنبيط مفيش مشكلة، نص ليمونة كبيرة. لو ليمونة عندك صغيرة شوية هتحطي واحدة بحالها، هتعصري واحدة بحالها. بعد كده بقى تسيبيه لمدة 5 دقايق، المية تغلي عليه كده اهوت. وبعد كده بقى تصفيه وتجيبي طبق واسع. انا مش عايزة مية ساقعة يعني، لا انا عايزة طبق واسع. ماشي. علشان البخار كله يطلع من القرنبيط بالشكل ده. هتصفيه وتحطيه في طبق واسع بالشكل ده. هوريكم القرنبيط كمان ابيض. ابيض ليه؟ من عصرة الليمونة اللي احنا حطيناها. الليمون ده بقى هيحافظ لك عليه ان هو يطلع معاكي ابيض وجميل، ما يسودش معاكي. يعني هوريهولكوا كمان. انا كنت مخزنه كيس في الفريزر، وكمان قلت هطلعه من الفريزر وهوريهولكوا علشان تصدقوا ان القرنبيط هيطلع معانا ابيض وجميل. والله بجد زي ما يكون لسه جايباه وعاملاه. كان طعمه تحفة يا بنات. سلقناه بقى اللي هو ايه، سلقة الا ربع كده او نص سلقة. تمام. شايفين القرنبيط ابيض ازاي؟ ملاحظين زهرة القرنبيط بقت بيضة؟ شايفين لونها اتغير، بقت بيضة قوي. لازم بقى القرنبيط معانا يبرد تماما، يعني ما تحطوش في الاكياس وهو سخن، يبرد كده. انا طبعا شفته كده إن كان برد ولا لا، لقيته برد. هجيب بقى اكياس تلاجة. عايزة بقى تعملي مثلا الاتنين قرنبيطة دولت على 3 اكياس، عايزة تعملهم على كيسين، براحتك يعني، على حسب بقى اسرتك، على عدد اسرتك يعني.
على حسب ما انتي عايزة. انا هحط كده كل شوية في كيس، ان ما شاء الله القرنبيط على فكرة بيرمي. يعني انا كان معايا واحدة صغيرة واحدة كبيرة، الاتنين جايباهم ب25. كنت هاخدهم من الاتنين ب20، فهي الواحدة كانت ب15 يعني. فهي مرضتش، فخلاص قلت لها خلاص الاتنين ب25. القرنبيط صراحة كمان اللي هو مدملك في بعضه ده اللي بيبقى احلى في كمان. شايفين بقى انا كنت مخزنة قرنبيط، قلت برضو هوريهولكوا واعملهولكوا. اهو شايفين ابيض ازاي، بالله عليكم في حتة سمرة فيه، شايفين ابيض زي التلج. جميل 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 اهو، تحفة تحفة تحفة. هنحط بقى مية على النار، فيها مية بتغلي، ماشي. يعني المية هنسيبها تغلي، وبعد كده نمسك القرنبيط ده نحطه نسقطه كده في المية بشوية ملح لمدة مثلا 5 دقايق، ماشي. وهنعمله بقى كأن القرنبيط عادي، هنتعامل معاه عادي خالص. هنجيب بقى الخلطة بتاعته هنعملها مع بعض. دي نشا، هنجيب كوباية الا ربع كده من النشا، ماشي. وكوباية دقيق، وشوية بيكنج باودر، يعني حوالي معلقة صغيرة بيكنج باودر. وخضرة عبارة عن شبت وكزبرة، مش هنحط كتير، هناخد منها حوالي معلقتين خضرة بس. والبيكنج باودر اهو اللي انا قلتلكوا عليها، ناخد معلقة صغيرة منه تكون حلوة كده، معلقة مليانة. وبيضاية واحدة بس يعني التوفير التوفير. وشوية بقى ملح، شوية كمون، شوية فلفل اسمر، شوية زعفران، شوية كاري. انا بحط معاه كاري، بيديله طعم حلو قوي قوي. الكاري يا بنات بيديله طعم جميل. تمام. لو حابة اي حاجة من البهارات فيه حطي يعني. انا بحب الكاري والزعفران، يعني دي اساسي في القرنبيط. وشوية فلفل اسمر وشوية كمون طبعا، عشان الانتفاخات بتاعة القرنبيط عامل زي الكرنب كده بالظبط. حابة تحطي برضو رشة 7 بهارات. تمام. هنقلب بقى البيضاية كويس جدا، وبعد كده حطينا عليها البهارات اللي هي الفلفل والكمون والحاجات دي يعني. هنحط بقى يا اما كوباية مية يا اما كوباية لبن. لبن يعني في ناس ممكن تستغرب اللبن، لبن في القرنبيط. جربي بس، جربي لبن في القرنبيط. انا لو كان عندي لبن كنت حطيت، بس ما كانش عندي صراحة. اللبن في القرنبيط بيديله طعم خرافة بجد، بيديله طعم حلو جدا جدا. انا مستخدمة بقى معلقة بيكنج باودر كده مليانة. ليه؟ علشان خاطر انا حاطة بيضاية واحدة. عايزة القرنبيط بتاعك منتفخ كده، يعني حاجة كده منفوخة وخفيفة، وما تشربش كمان زيت. حطي بيكنج باودر. انا مش حاطه بيض كتير، يعني هي البيضايه ب5 جنيه، فاللي هو في ناس بتحط 5 بيضات وفي ناس بتحط 6 بيضات. على ايه يعني هجيب قرن بيضايه ب15 جنيه مثلا، واروح اعمل عليها ب50 جنيه بيض؟ ما هو الواحده ب5 جنيه. لما احط ايه مثلا على القرنبيطه كلها ممكن احط لي قد ايه مش عارفه. في ناس بتحط 5 ب25 جنيه، ماشي تمام. ب25 جنيه بيض، ماشي. فلا، ما احطش يعني ب25 جنيه بيض، هو 5 جنيه حلو. ماشي. حطيت بقى بيضاية، صراحة البيضاية كانت كبيرة يعني وحلوة، حطيتها. ديت بقى ايه، معلقتين مية على النشا. بتدوبي كده ايه معلقتين المية مع النشا، ليه؟ علشان خاطر ما تحطهاش على طول وتكلكع معاكي في قلب الوصفة بتاعتك. وحطيت طبعا كوباية الدقيق. ممكن تحطي نص كوباية نشا او كوباية الا ربع من النشا. عايزاه مقرمش كده وجميل، حطي كوباية الا ربع، بيبقى حلو قوي قوي. جربي بس الوصفة بتاعت القرنبيط دي بجد مش هتندمي. ودولت فصين كده من الثوم، يعني دقاهم دق ناعم كده. هتحطيه برضو، وممكن تحطي كمان هريسة شطة. هريسة شطة الحمرا دي اللي هي الفلفل الأحمر المدقوق. تحفة يا بنات، بيدي طعم جميل جدا. حطيت معلقتين خضرة بس. طب انتي ليه ما بتحطيش خضرة كتير؟ كنت بحط خضرة كتير، كنت بحس اللي هو بيغمقه.
الخضرة بتغمق القرنبيط. طول ما تخفي الخضرة في قلب خلطة القرنبيط، طول ما يبقى معاكي فاتح كده وحلو. شايفين بقى القرنبيط اهو، جميل 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 جميل، ابيض وتحفة يا بنات والله. طلع من الفريزر، حطيته في المية زي ما قلت لكم لمدة 5 دقايق او 3 دقايق في مية مغلية مع شوية ملح، بيطلع جميل جدا. تعالوا بقى ايه على الزيت، نقلي بقى القرنبيط. شوفوا بقى ايه شكله، هل هيبقى حلو وذهبي كده ومقرمش وجميل ولا لا؟ عايزه تعمليه بقى بايديكي زي ما انا بعمل كده اعملي، عايزه تعملي بمعلقه اعملي. انا صراحه يعني انا بحب اعمل بايديا يعني، بس عادي ممكن اعمل بمعلقه برضه مفيش مشكله. بس احب اغطس حته القرنبيطه كويس جدا في الخلطه بايديا، واروح مطلعها في ايديا شويه خلطه مع القرنبيط، بيبقى حلو كده. هتلاقوا بقى القرنبيطه بتاعتكم بقى انتفخت، هوريها لكم دلوقتي والله بجد بيبقى جميل جدا جدا، بيبقى جميل يا بنات. وطعمه خفيف يعني، طعمه حلو وخفيف كده مش تقيل. يعني انا ساعات صراحة باكل قرنبيط عند ناس، الاقي القطعة تقيلة تقيلة يعني مش عارفة تتاكل. لكن بجد تاكل القرنبيط الوصفة اللي انا بعملها لكم دي، والله بجد لو كلت 10 هتاكلي، يعني هيفتح نفسك جدا على الاكل وهتاكلي منه، حتى لو هتاكلي حاف كده بجد جميل. يعني انا صراحة انتوا عارفين العيال الصغيرة ممكن تقولك لا انا مش عايزة قرنبيط، لا 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 مش عايزة قرنبيط. تعالوا شوفوا عيالي، والله يعني لو جبنا في سيرة القط طلع ينط. عيالي بتستنى بس اول ما اطلع القرنبيط، هات يا ماما واحدة، هات يا ماما واحدة. يبقوا رايحين جايين عليه ليه، طعمه حلو قوي. يعني ما تقوليش ده قرنبيط، تقولي كنتاكي. لدرجة ان عيالي ساعات اما اجي اعمله احطه يعني في الطاسة، هما ما بيكونوش شايفينه من الاول، يعني حطه في الطاسة هما عارفين شكله، بس لو شافوه في الطاسة على طول يقولوا لي انت عاملة كوكو، عشان هما لسه صغيرين برضو. انت عاملة كوكو، اقول لهم لا ده قرنبيط. شكله بجد حلو، وبرضو مش عاملاه في الزيت اللي هو الزيت الكتير يعني. شايفين ماسكة الواحدة هي ولا هبطت ولا، هي زي ما هي منفوخة. بس اهم حاجة تقلبي بقى القرنبيط كده وكده وعلى جنبه ومش عارفة ايه، يعني تقلبيه كويس كويس يعني، وما تعليش النار عليه، تخلي النار هادية برضو شوية عليه، ان هو ما ياخدش لون زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت يستوي من جوه ما يبقاش معجن. جربوا وصفة القرنبيط اللي انا عملتها دي، بجد هتعجبك قوي قوي. زي ما قلتلك لو كلت منها كذا قطعة بجد مش هتحسي ان انتي لسه اكلتي، يعني عايزة تاكلي تاني. شايفين فاتح مش غامق، مقرمش، ما شاء الله عليه، منفوخ، مش حاطه بيض كتير. هو البيض طبعا يعني احنا كشعب يعني مصري نحب القرنبيط في البيض الكتير، نحط بيض كتير قوي. هو اكيد البلاد العربية برضو عندها القرنبيط ده بس مسمى تاني يعني. ساعات بحب احط حتة القرنبيطة شايفين بقى بالمعلقة ممكن احط ايه شوية خلطة كده عليه من فوق، لكن لما بعمل بايدي بطلع كده شوية خلطة مع القرنبيطة. ايه رأيكم يا بنات؟ وكمان على فكرة الزعفران بيدي لون احلى من الكركم، بيدي لون حلو قوي. الزعفران بيديك اللون اللي هو زي اللون الكنتاكي اللي انت بتشتريه من بره، فتحس اللي هو بجد ان انت بتعملي، مش بتعملي قرنبيط، بتحسي ان انت بتعملي قطع كنتاكي. عايز بقى ايه شوية سلطة خضراء، شوية سلطة خضراء كده حراقين مع قرن فلفل كده حراق. يا سلام، صراحة انا مبعرفش اعمل الاكل حراق بسبب العيال،
وجوزي كمان ملهوش في الاكل الحراق، انا بس اللي بحب الحراق، فباكل بقى وامري لله من غير شطة يعني. وكمان لو عندك لفت مخللة لفت بقى، او وكمان تخليل اللي هو القرنبيط او ليمون معصفر، يا سلام. وعيش بقى بلدي كده من الفرن لسه يكون طازة، وتاكلي بقى يا سلام، هيوديكي في حتة تانية، هتاكلي لحد ما تتخلي. قلت له يا منى انت جايه تفتحي نفسنا ولا تسيدي نفسنا عن الاكل؟ اي حاجه يعني مش اشكال. بضحك معاكم. هو الواحد صراحه بيحب الاكل في الشتاء، مش عارفه ليه، تحس الاكل بيدفي، عشان كده بنحب ناكل كتير في الشتاء، واللي بيتخن في الشتاء اكتر. شايفين ما شاء الله لون القرنبيط عامل ازاي، كهرماني كده جميل تحفه. وكمان لو عايزه تعملي القطع اللي هي الزهرات الصغننه كده بتبقى جميله، انا بحب بقى القرنبيط اللي هو الصغنن خالص ده. الله ما شاء الله، تحفه تحفه يا بنات، جماله منفوخ وحلو قوي. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. طبعا اتمنى والله بجد، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه، اتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك، تشجعوني كده بكومنت حلو. شكرا لكم جدا، مع السلامه.